السلام عليكم، تحياتي لكل الشرفاء والشريفات داخل الوطن وخارج الوطن. صراحة النقل الحضري هنا في المنطقة، كنتكلم على تطوان، مارتين، المضياق، الريكون، كنتكلم كذلك على البليدة، العليين، مجموعة ديال النواحي. صراحة النقل الحضري مهزلة وفضيحة. لا، هاد الشركة هذه دائما ما كيشوفوا واحد مجموعة الإخوة والأخوات ديال الحافلات، الحالة ديالهم صراحة لا ترتقي لكي تكون حافلات للنقل الحضري هنا في المنطقة. وهنا نطرح سؤال، شنو هو الدور ديال الجماعات الحضرية، شنو هو الدور ديال الجماعات القروية، وشنو هو الدور ديال مجالس العمالة، وشنو هو الدور ديال البرلمانيين، وشنو هو الدور الإخوة والأخوات ديال العمالات. اذا من داخل مدينه ديال ريكون المضيق، شركه النقل الحضاري هنا في المنطقه صراحه دون المستوى. وهنا بمدينه ديال ريكون لا تتوفر حتى على المحطه ديال نقل المسافرين. صوروا معايا الاخوه والاخوات اننا عندنا عماله، ما عندنا لا سوق الجمله بالثمن، ما عندنا لا محكمه، ما عندنا ما عندنا لا محطه ديال نقل السياره، ديال نقل المسافرين والمسافرات. هذا الشارع هذا كامل ممنوع الوقوف للتوقف. الا بغينا نوقفوا ما كاينش محطه، كاين محطه هنايا قبل القبه دون المستوى، تروطوار فيه مترو. الاخوه والاخوات اللي كنشوفوا ان المدينه صراحه عشوائيه، المدينه صراحه كتعاني كل معاناه. اذا من داخل مدينه ديال رينكون المضيق شمال المغرب، الرينكون يا جهراء خرجوا عليك المسؤولين الفاسدين، ونتمنوا ان هذا الصيف هذه تجيبوا شي شركه في المستوى. راه تقهرنا، كتطلع التاكسي 8 درهم، تطلع التاكسي مثلا ب 10 درهم، ماشي بحال الا كان الطوبيس ولا الحافله. كاين مواطن مقهور، كاين مواطن ما عندوش شي في اصل المطار. النقل العمومي هو نقل حق دستوري لكل مواطن، لكل مواطنه. تحياتي.